السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. طبعا زهقنا من الاكل التقليدي وعايزين نعمل اكل كده حلو وفي نفس الوقت ما ياخدش مننا وقت خالص في المطبخ. فيلا بينا نعمل احلى مكرونة بالوايت صوص. انا طبعا بعملها دايما بالمكرونة اللي هي البنة او المكرونة القلم. لكن المرة دي هعملها بالمكرونة ديت، طعمها حلو قوي ولايقة قوي مع الوايت صوص، وبتليق اكتر مع الجمبري. المكرونة بالجمبري بالوايت صوص برضو عملتها معاكم قبل كده هنا. شايفين شكلها حلو قوي؟ يلا بينا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه طبعا هنسلق المكرونه في ميه بملح فقط، وهنسيبها تستوي بقى ونحضر الخلطه بتاعه الفراخ، لان انا هعملها بالفراخ وممكن ان احنا نعملها بدون فراخ عادي جدا. هنضرب بقى البصل كده زي ما انتم شايفين في الكبه. انا هنا عامله 3 بصلات، بحب البصل فيها بيديها طعم حلو قوي. ممكن نعمل بصلايه واحده براحتنا جدا. وهنحط بقى معلقتين كبار من الزبده او مكعبين من الزبده، او ممكن نعملها بزيت براحتنا جدا، بس الزبده بتدي للوصفه طعم حلو قوي. هننزل بقى كده بالبصل اللي احنا قطعناه في الكبه وهنشوحهم هما الاتنين مع بعض. وزي ما قلت لكم ان احنا ممكن ما نعملهاش بالفراخ، نسلق المكرونه وهنعمل الوايت صوص بس انا بعملها كوجبه متكامله عشان ما نبقاش كلنا مكرونه بس ونضطر ان احنا نعمل جنبيها حاجه. فبحب اعملها كلها مع بعضها. هننزل بقى بالفراخ متقطعه صغير جدا كده زي ما انتم شايفين، وباي كميه انتوا عايزينها. لو عندنا قطعه واحده من البانيه ممكن نعمل بيها طبق مكرونه وتبقى حلوه جدا. هنرش بقى رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الملح. طبعا التوابل براحتنا، بس انا ما بحبش احط فيها الا فلفل اسمر وملح فقط. وهنحط بقى فلفل الوان متقطع برضو في الكبه، وده اختياري، ممكن نحط فلفل اخضر بس الفلفل الالوان فعلا بيديها طعم مسكر وحلو قوي. في المطاعم طبعا ما بيحطوش عليها فلفل الوان، بس الافتكاسه ديت مني، فممكن نلغي فلفل الالوان، بس انا بحب طعمه جدا فيها. هنقلبهم بقى لحد ما يشوحوا كويس جدا. وبكده بقى عملنا اول خطوتين، اللي هو بتاعه المكرونه، سلق المكرونه، وتاني خطوه بتاعه الفراخ. اخر خطوه خالص هنعمل وايت صوص. حطينا برضو مكعبين من الزبده ونحط شويه من الزيت عشان الدقيق ما يتحرقش، وهنحط 4 معالق كبار من الدقيق. تمام. وهنقلبهم بقى كويس لحد ما يتشوحوا زي ما انتم شايفين كده. بس نلاحظ ان احنا نكون موطين النار عشان الدقيق ما يتحرقش. وهنا حطيت نص كيلو من اللبن، اللي هو يعني لبن بلدي، بلاش لبن بخير والكلام ده، عشان هو اصلا بيبقى خفيف جدا، فمش هينفع ان احنا نزوده او كده. فده لبن كامل الدسم، لما بنخففه بيبقى يعني زيه زي اللي هو بره بالظبط. وهنحط واحده من الماجي، حطينا فلفل اسمر وملح، حطينا واحده من الماجي، وهي دي التوابل بتاعه الوايت صوص. هو الوايت صوص فكرته زي البشاميل بالظبط، بس دوت على خفيف. يعني هنا حطينا 4 معالق من الدقيق، هنزود عليهم طبعا ميه لان ده نص كيلو من اللبن فقط. هنفضل بقى نقلب لحد ما اللبن يغلي. هنلاقيه تقل معانا شويه لان هو بيتقلش قوي، لازم يبقى خفيف كده زي ما انتم شايفين. هنفضل بقى نقلب لحد ما يوصل لدرجه الغليان، ويبقى كده الصوص كمان بتاعنا خلص. الوصفه ما خدتش مننا وقت خالص ومنجزه جدا، وعايزه اقول لكم طعمها خرافي قوي، والاطفال كمان والكبار بيحبوها. هنبدا ننزل الصوص شويه شويه لحد ما يتقلب كله كده زي ما انتم شايفين. احنا قلبنا المكرونه مع البانيه الاول، وبعد كده حطينا الصوص في الاخر. شايفين بقى جوسي ازاي وجميله. ولو انتوا عايزين تجيبوا كيلو من اللبن هاتوا، بس هتبقى تقيله وزياده عن اللزوم، يعني هتبقى تقيله، مش هتبقى كده اللي هو خفيفه، لا هتبقى تقيله. انا بجيب نص كيلو لبن بلدي، وبحط عليه فيما يعادل نص كيلو لبن من نص كيلو من الميه، فبيديني النتيجه كاني جايبه لبن بخيره او حاجه زي كده. وده بقى الشكل النهائي للطبق. الوصفه سهله جدا، ما بتاخدش وقت خالص، طعمها حلو قوي وخطير، والاطفال كمان هيحبوها والكبار طبعا قبلهم. وبكده بقى يا حلوين الحلقه بتاعتنا تكون خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب ما تطولش عليكم. ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك وتعملوا تعليق حلو زيكم، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.